سر ريب ديال الزنقة بكمية وفيرة، والأكثر من ذلك إكسبريس دغيا كيجمد بمكونات سهلة وبسيطة. ممكن أنك ديري كمية وفيرة من الريب للسحور أو للفطور في رمضان، صادق وناجح 100%. وتختاري انتي واش يكون عاقد أو لا سائل كيف ما كتشوفي معايا. أنا شخصيا كنفضلو يكون سائل، أو هنا غادي نقولك علاش، لأنه تنستعملو مع حوايج اخرين اللي خصو يرطبهم. اجيو نتعرفوا على هاد المكونات السحريه، وكذلك هاد الطريقه اللي مضمونه 1000%. كاسخول كيف كتشوفي معايا ندير فيها ايطرو ديال الحليب، ولكن بالنسبه لهاد اللتر ديال الحليب كيكون ضروري سليم، اما جوده او سليم او كيري، المهم تيكون معقم. علاش؟ باش حتى الا بقى لك حتى اسبوع كيبقى لك مزيان، ما تيخسر ما كيفلقط ما حتى حاجه. نديرو فوق البوطه وندوزو باش نكملو باقي المكونات. هنا بالنسبه للياغورت كناخدو ياغورت اللي تيكون عاقد اولا دانون. انا كنفضل دانون ديال الفاني، كتجي النسمه ديالو زوينه وفي نفس الوقت كيعقد لينا الريب بسرعه. غادي نديرو هنا، وغادي تزيدي عليه شويه من لتر اخر ديال الحليب، يعني اطرو اخر ديال الحليب اللي كيكون بارد، غتزيدي منه غير شويه فقط. فوالا كيف كتشوفي معايا وتبعي معايا المرحله، راه من اول مره غادي ينجح لك. ومن بعد غادي تشدي الضراب اليدوي، وهاد العمليه مهمه جدا. كنديرو غير الضراب اليدوي وكنخلطو في السطل ديالنا. فوالا خلطي 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 مزيان حتى كتنسجم المقادير. انا شخصيا ما كندير فيه لا سنيده ولا فاني. علاش؟ حيت هو السر باش ما يتميهش لك بالمره، وفي نفس الوقت باش يبقى قابض في راسو وباش يجيك عاقد. هذيك السنيده كتطلق لينا الماء مع باقي المكونات وكيولي عندك ميه من الفوق. هادشي علاش انا تنفضل انه يكون هكا. لا فاني راه الياغورت فيه النسمه ديال الفاني، ما كاينش لاش نزيدو علينا المصاريف. وكذلك بالنسبه للسنيده نضيف ما تبقى من الحليب اللي بارد ونخلط. من بعد ما كتكوني خلطتي مزيان كنبدا كنضيف هذيك الكميه ديال الحليب اللي تتكون عندنا دافيه. وإلا بغيتيه يجيك عاقد، انا اختاريته هكا، الا بغيتيه يجيك عاقد الوقت اللي تكوني تفيضي في الحليب ضيفي معاه واحد 2 معالق ديال النشا. انا شخصيا كنفضلو هكا من الاحسن والافضل. كتضربي مزيان 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 مزيان. فوالا شوفي معايا، وكتضربي لتحت باش هذاك الياغورت كيطلع عندك الفوق وتنسجم مع باقي المكونات. غادي ناخذ الغلاقه ديال السطل وغادي نوضعو نسدو بها. فوالا كيف كتشوفي معايا راه كيبقى لك حتى الاسبوع تناي وتفكي. غادي نضيف هنايا نديرو فواحد البانيو، غادي نضيف الماء طيب غليان. البلاصه اللي حطيتي فيها ما تحركيش منها بالمره، كتغطيه بواحد المنطه وكتخليه، يعني الوقت اللي غادا تضيفي الماء طيب تخلطي غتخلطيه تحطيه في البلاصه هذيك الساعه اللي غتحطي فيها وتخوي عليه الماء طيب. ديري ليه واحد المنطه وخليه جانبا. من بعد ساعات قليله غادي تلقيه ولا هكا. انا شخصيا كنخلطو مع الشوفان، هادشي علاش كنبغيه جاري.